مصطفى بكري بيطالب الحكومة بعدم زيادة أسعار الكهرباء مع بداية شهر 7. لو فاتورة الكهرباء بقت عاملة ضغط عليك كل شهر، ركز في الكلام ده كويس، لأن ملف أسعار الكهرباء رجع للواجهة من جديد قبل بداية 7. الإعلامي مصطفى بكري وجه رسالة للحكومة بعدم إقرار أي زيادة جديدة في أسعار الكهرباء مع بداية شهر يوليو، وقال إن الناس مش قادرة تتحمل أعباء إضافية في ظل الظروف المعيشية الصعبة. طيب ليه التوقيت ده مهم؟ لأن أي تحريك جديد في سعر الكهرباء حتى لو بنسبة 5 أو 10% هيبان مباشرة في فاتورة كل بيت، خصوصا مع ارتفاع استهلاك الصيف بسبب المراوح والتكييفات والثلاجات. مصطفى بكري قال إن المواطنين تحملوا خلال الفترة الماضية زيادات وقرارات استثنائية بسبب ظروف الحرب وارتفاع أسعار الطاقة عالميا، لكن دلوقتي ومع تراجع سعر برميل النفط لحوالي 74 دولار بعد ما كان ب 120 دولار، يبقى لازم يكون في مراجعة واضحة للقرارات اللي اتخذت وقت الأزمة. والنقطة المهمة إن الكلام ده مش قرار رسمي بتثبيت الأسعار، لكنه مطالبة من النائب بعدم تحميل المواطن زيادة جديدة ومراجعة أي قرارات استثنائية اتخذت قبل ما تدخل حيز التنفيذ. كمان النائب اتكلم عن ملف العداد الكودي وقال ان الحكومة لسه متمسكة باستمرار العمل بالنظام ده رغم ان ملايين المواطنين مستنيين حلول مؤقتة لحين استكمال اجراءات التصالح في مخالفات البناء. وفي نفس الوقت اشار ان الدولة بتتحمل فارق كبير بين تكلفة انتاج الكهرباء وسعر بيعها للمواطن، لكن الازمة مش ارقام بس، لان الكهرباء خدمة اساسية في كل بيت ومحدش يقدر يستغنى عنها أو يقلل استخدامها بسهولة في الصيف. الخلاصة، الناس مستنية قرار واضح قبل يوليو، هل أسعار الكهرباء هتزيد من جديد ولا الحكومة هتراجع الموقف بعد انخفاض أسعار النفط عالميا لحد ما يصدر قرار رسمي. الأهم هنا إن المواطن يتابع فاتورته ويرشد استهلاكه وما يبنيش حساباته على كلام متداول غير معلن من الجهات المختصة.